لما الحراس يناموا تأكد إن الجيل فسد من غير ما يحسوا ولا ياخدوا بالهم. للأسف تلاقي طفل لسه مكملش 10 سنين قاعد يقلب في مقاطع التيك توك، يضحك على كلام مش فاهمه ويكرر أغاني المفروض لسانه ما ينطقهاش. وفي ناحية تانية بنت صغيرة بتتعلم من المواقع إن الجمال فلتر، وإن قيمتها بعدد الفولورز مش بأخلاقها ولا عقلها. وفي الركن هناك مشغولة بتعليقات الفيسبوك، تضحك على صورة وتزعل من بوست وتتخانق في كومنت. والأب قاعد على موبايله يا بيتنقل بين شغل وأخبار، يا بيشوف ماتش أو بيتابع بطل بيجري ورا ست في مسلسل جديد. طب وبيت العيلة بقى ساحة فاضية من الروح، لا قعد عائلية ولا حكاية قبل النوم ولا حتى حوار بين أب وابنه. بس في حاجة واحدة موجودة، صمت رقمي قاتل. العيال قبل ما يناموا بيقفلوا عينيهم على مشاهد قبح وتشويش، وبتبدأ هاشتاج شاشات تانية، مسلسل بيجمل الخيانة وغيره بيبرر الانحراف، وفيلم بيخلي البلطجة بطولة والمتدين إرهابي والداعية مهرج والست المحترمة رجعية مش ماشية مع الزمن. ولما حد يسأل هو ليه الجيل فسد، الإجابة ببساطة في المراية. فين الأب؟ ضاعت هبته وسط الشغل والانشغال. فين الأم؟ ضاع حنانها بين اللايكات والكومنتات. فين الإعلام؟ باع الرسالة واشترى المشاهدات. فين القدوة؟ اتخطفت من الكتب ومن الصالحين واتزرعت في وش فنان أو رقاصة أو صانع محتوى فاضي. ياللي بتسمعني خد بالك، احنا مش في زمن الضياع، احنا في زمن التخدير البطيء. الدين، الهوية، الحياء بيتسحبوا مننا شوية شوية بخبث. ولو حبينا نصحى مش هنلاقي نفس صحيحة تقدر تقوم. زمان لما كنا بندور على قدوة كنا بنقرأ عن عمر وعدله، عن صلاح الدين وجوده، عن فاطمة الزهراء ونقائها، وعن خديجة وصبرها. لكن دلوقتي الإعلام عمل أصنام بيعبدوا من غير عقل. افهموا يا أولي الألباب وصحوا الحراس قبل ما الكل ينام للأبد. يا كل أب ويا كل أم اللي ساب ولاده للموبايلات ما يلومهمش لو كبروا غربة، واللي زرع جواه اللامبالاة هيحصد الندم. الطفل مش بيكبر على كل اللي بتقوله، لا بيكبر على كل اللي بيشوفه. ولو بيتك فاضي من صوت يطمن وكلام يبني، استنى ضجيج المفسدين. لو الكلام ده لمس قلبك قول لنا رأيك في الكومنتات، وشارك الفيديو مع اللي يهمك أمره. علنا نكون سبب في صحوه قبل فوات الأوان.